السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتدخل طبعا الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ إن شاء الله، يعني فينجر كراست هوبفul إن شاء الله آخر اليوم. وأنا أعتقد هم بيقولوا إن هي مؤقتة، بس أنا أعتقد بعد الوضع الكارثي اللي بتعيشه فلسطين الحبيبة المحتلة، أنا أعتقد إن هو إن شاء الله هيكون يعني هدنة مستدامة. وطبعا كل التحية والشكر والتقدير لجهود قطر الكبيرة بالمواقف والكبيرة يعني بالعمل في صمت لرعاية المصالح العربية والإسلامية. كل الشكر طبعا والحب والتقدير والاحترام، وكل الخزي والعار لسمسار الحرب جار السوء عبد الفتاح ابن امه سيسنياهو صبي نتنياهو. وكل الخزي والعار لعباس كامل بورس المخابرات المصرية أو الملاك الجديد لدولة الكيان كما يسميه الكيان المحتل. امبارح طبعا احنا سمعنا كمان MBS يو 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 وهو عامل بيان كده مهترئ طالع هو يقراه، وكأنه كان لسه مسطر له سطرين هيروين أو كوكايين، وقاعد عمال يقرا بطريقة يعني أرجوزية بهلوانية تموت من الضحك. شفنا كمان امبارح تركي ابن أمه كتف أمه زي ما بيقولوا عليه المصريين، زي ما مسمينه المصريين، وهو بيعمل إعلان لمهرجان الكلاب. وأنا فعلا بشد على أيديهم، هو ده أنسب مهرجان ممكن يتعمل في الرياض، مهرجان الكلاب، لأن هم فعلا كلاب.